السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهديني في كل مكان، أهلا بيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة. النهاردة من مطبخ ماما عبير جايبة لكم وصفة جديدة. النهاردة بإذن الله هنعمل طريقة عمل مربى البرقوق، حاجة كده عظمة عظمة عظمة. بما إننا يعني في موسم البرقوق وفي موسم فواكه الصيف اللذيذة الجميلة، تقدروا تعملوا بقى كل المربات اللي بتحبوها، وخصوصا البرقوق. مربى البرقوق ده عشق عشق عشق. شايفين بقى الحلاوة، شايفين الجمال، شايفين المربى حاجة كده عنب، بجد بجد طعم لذيذ جدا جدا جدا. طريقتها سهلة جدا. عايزاكم بقى تعملوا لي لايك وتشيروا الفيديو في كل مكان علشان الكل الناس تستفيد بالطريقة. يلا نسمي الله وندخل نصلي على الرسول ونبدأ نعرف الطريقة ونشوف المقادير. زي ما انتوا شايفين كده، انا جوزي جاب لي برقوق. الراجل ضحك عليه وعطاله نص البرقوق ضارب زي ما انتوا شايفين كده. هو مش بايظ، هو مستوي قوي. طبعًا زي ما أنتم عارفين إن الأيام اللي فاتت كان درجة الحرارة عالية جدًا، فطبعًا الفاكهة يعني ما كانتش يعني بتستحمل القعدة، أكيد يعني كانت تستوي عند الفكهاني. فطبعًا يعني أنا مش عايزة. أنا دعيت عليه ياما بصراحة، يعني أنا ال الراجل ده اللي ضحك على جوزي أنا دعيت عليه ياما، لإن طبعًا البرقوق غالي، وهو طبعًا عطا له يعني نُصّه طايب أو مستوي زي ما أنتم شايفين كده. يعني طبعًا عيالي مش هياكلوا مستوي كده، عيالي بيحبوا ياكلوا الفاكهة كده يعني ماسكة نفسها. المهم يعني هارميه؟ لأ حرام يعني. جِبت البرقوق غسلته كويس أوي، يعني نقطت كده البرقوق المستوي وغسلته كويس أوي، وبدأت بقى إيه أشيل القشرة الخارجية اللي أنتم شايفينها ديّة، وحطيتها على النار. وأول ما غلت بدأت أنزل يعني دُولة حوالي كيلو إلا ربع، نزلت بيهم بكوباية ونص سكر. تمام كده. أول ما لقيت البرقوق، طبعًا هو ما بياخدش سِوَى خالص، يعني البرقوق يا دوب غلوتين كده والدنيا هتبقى تمام، يعني ما تقلقوش، دي أسرع وصفة مربى ممكن تعملوها، مش هتاخد معاكم وقت خالص. يا دوبك شِلت الريم زي ما أنتم شايفين كده ونزلت بالسكر، دي نُص كوباية، والتانية وقبل كده كانت كوباية، يبقى كوباية ونُص سكر. قعدت بقى أقلِّب وكده. بعد كده بدأت أشيل، بعد ما شِلت طبعًا القشرة الخارجية، في طبعًا البذر، أنا ما شِلتش البذر. أول ما لقيت البرقوق بدأ يغلي ويمسك في نَفْسه كده، لقيت طبعًا البذر بدأ يطلع، يفُك من البرقوقة ذات نَفْسها. أول ما فَك، بقيت بالمعلقة كده أشيل، يعني أمسكها كده وبشوكة كده وأطلّع النواة اللي جوّه. تمام كده. وبقيت بالمعلقة، كل شغلي بالمعلقة والشوكة، عشان ما حدش يقول طبعًا أنا مش يعني ممكن يقولوا أي حد يعني يعلّق ويقول ده بتطلّع بإيديها، لأ، كل ده كان بالشوكة والمعلقة. معايا شوكة ومعلقة باطلّع لو في مثلًا بواقي قشر باطلّعه، وبعد كده النواة طلّعتها وخلّيت بقى إيه اتأكدت إن كل النواة كلّها طلعت. بدأت بقى أشيل الريم زي ما أنتم شايفين كده. وبدأت أحس إن هي خلاص يعني إيه، بدأت يعني القوام بتاعها يتقل. ولمّا اتأكدت إن القوام خلاص بدأ يتقل وبدأ يستوي والدنيا تبقى كويسة، بدأت بقى أشيل الريم، يعني كل ما بتلِف معايا إيدي معاها بالمعلقة كده وباشيل الريم. الريم ده لازم يتشال يا جماعة، عشان لو أنتم عملتوا كميات كبيرة من بُصّوا أنا لقيت أهو، لقيت وأنا باقلِّب لقيت قشرة كده وبقيت نشيل برضه. المهم أخلّيها صافية خالص وأخلّيها زي الفل زي ما أنتم شايفين كده. جِبت بقى فص ليمون
وعصرته أول ما اتأكدت إن هي استوت خالص، البرقوق معايا استوى واتعقد كده وبقى حلو وتقل. حطيت نُص الليمونة دي آخر حاجة ممكن أعملها، يعني قبل الدنيا ما يعني قبل ما القوام يتقل كمان ب10 دقايق كده على النار، باحط فص الليمون بالاقيها يعني إيه مع الغليان بتمسك أكتر، يعني القوام بيتقل أكتر. خلاص دي آخر مرحلة طفّيت عليها بقى، وقُلت بقى أشيل بقى الريم عشان أنا لو خزّنتها، لو أنا عاملة كمية طبعًا دي مش كمية، لو أنا عاملة كمية وسِبت الريم بالمنظر ده، ممكن المربى معايا مع الفترة الطويلة اللي هاخزّنها في التلاجة ممكن، أو لو أنا حاطاها برّه ممكن تبوظ منّي. فخدوا بالكم لازم الريم ده يتشال، أنا قُلت لكم وشرحت لكم كذا مرّة، عملت كذا طريقة مربى وقُلت لكم الريم ده لازم يتشال من الفواكه كلّها وأنتم بتعملوا المربى، تمام كده؟ بُصّوا بقى العظمة، بُصّوا اللون الجميل، إحنا عارفين طبعًا البرقوق بيبقى من جوّه أحمر وجميل ولذيذ، بُصّوا لمّا اتعقد مع السكر بقى بُصّوا بقى عامل إزاي، تحفة، تحفة، باقول لكم عظمة يا جماعة. بس في فرق بقى إن لمّا تيجوا تاكلوا البرقوق كده فاكهة بيبقى ليه طعم، ولمّا تيجوا تعملوا البرقوق مربى ليه طعم تاني خالص. بُصّوا اللون، بُصّوا لون البرقوق، بُصّوا الحماري الجميل ده حاجة يعني وَهْم. المربى بقى مربى البرقوق عاتية على كريز شوية، يعني مش عاتية، مش طعمها برقوق، لأ طعمها كريز، يعني عارفة شغل خواجاتي بقى الأكل الجميل ده، الشغل العادي، حاجة جميلة تقدروا بقى تجيبوا كريمة وتحطوا مربى على الكريمة بقى وتجيبوا التوست وتشتغلوا بقى وتاكلوا بألف هنا. هاجيب بقى برطمان أكون غاسلاه كويس أوي. بُصّوا عايزة أقول لكم على حاجة، قسمًا بالله لا حاطة جيلاتين ولا حاطة أي حاجة، هي لفِّت معايا كده اتعقدت وبقت زي الفل من كوباية ونُص سكر فقط لا غير ونُص الليمونية. حطيتها في البرطمان زي ما أنتم شايفين كده وكانت عظمة. باشكركم كتير والسلام عليكم.